يا صباح الورد والعافية دكتور. صباح الخير عليكم زميلاتي العزيزات ست ندى وست غادة، وصباح الخير على قناتنا الرياضية الوطنية وعلى كل شعبنا العراقي العظيم. نعم دكتور، بالبداية خلينا نتحدث عن النتائج المتباينة لنادي القرمة، وآخر مباراة اللي كانت لنادي القرمة في جولة 21 من دوري نجوم العراق كانت خسارته أمام نادي أربيل. خلينا نتحدث كيف تقرأ هذا الموضوع والخسارة اللي أتت لنادي الرمادي. حقيقة يعني كان من المتوقع أن يكون لفريق القرمة قصب السبق في هذه المباراة، خصوصا لما يمتلكه من عناصر كبيرة، وفريق القرمة المتقدم واللي كان يعني ولا زال قريب من المربع الذهبي وما يمتلكه من عناصر كبيرة، ولكن يعني جاءت هذه النتيجة مغايرة لطموحات إدارة الفريق وجمهوره الكبير الذي دائما ما يسعى أن يكون فريق القرمة في المقدمة. الحقيقة يعني هذه النتائج مثل ما تعرفين حضرتك، اليوم يعني استلم الكابتن عصام حمد يعني من الإسباني، وهذه أول مباراة له مع فريق القرمة، ويعني كان يعني كثير من الأمور اللي افتقدها النادي القرمة في هذه المباراة، خصوصا يعني أنه كان الكابتن محمد حميد ليس في يومه، عدد من عناصر الفريق لم يؤدوا بالشكل المطلوب. حقيقة يعني ما يؤخذ على فريق القرمة رغم تخمة النجوم والعناصر الكبيرة فيه، لا زال يفتقد إلى الروح الكبيرة التي من الممكن أن يؤدي بها ويكسب هذه النقاط ويكسب رضا جمهوره الكبير. أعتقد أنه المباراة القادمة اللي راح تكون مع نادي الغراف، والناديين هم يعني من الأندية الفتية التي لا تمتلك عمرا طويلا في دوري نجوم العراق، وهي تمثل محافظتين عريقتين. يريد الناديين أن يثبتا لجمهورهم الكبير أنه يستطيعون أن كسب النقاط ورفع اسم المحافظة واسم النادي، وخصوصا أنه اليوم يعني هاي المباراة اللي راح تكون غدا هي مدرسة سجالية بين المدرسة الزوراعية النوارس، حيدر عبيد وعصام حمد سيقودان الفريقين، وبالتأكيد إن شاء الله نتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق بجمهور المحافظتين، تليق بدوري نجوم العراق وما يمتلكه الناديين من عناصر كبيرة تضمهما قائمة الفريقين. نعم، أيضا بحسب ما يصل إلينا أنه إدارة نادي القرمة موفرة كل شيء إلى الفريق، إلا أن النتائج عكست ذلك الموضوع وأيضا عكست طموحها. ما الأسباب هذا الموضوع؟ أنه رغم توفير كل شيء لكن النتائج يعني عكس هذا الحقيقة الشيء. يعني حقيقة يعني إدارة القرمة، إدارة نادي القرمة وفرت جميع ما يحتاجه الفريق. لا أعتقد هناك فريق في دوري نجوم العراق يمتلك ما تمتلكه إدارة القرمة، ولا لم تقدم حتى الأندية الجماهيرية لم تقدم لفرقها سواء اللاعبين أو الإداريين ما قدمته إدارة القرمة. إدارة القرمة لم تترك أي شيء نقص سواء في الكادر الفني أو للاعبين أو غيره، بل أن الفريق يعيش في بحبوحة كبيرة وامتياز جدا كبير. كل السبل اللي متاحة وفرتها إدارة نادي القرمة، لكن مثل ما قلت لحضرتك في بداية الكلام أن الفريق لا زال لا يمتلك التوليفة المناسبة أو الانسجام المناسب أو الروحية اللي دائما روحية الفريق الذي يلعب بروحية الفريق الواحد. لا زال مشتت الفريق، وأتمنى على الكابتن عصام حمد أن يجد الطريقة المناسبة التوليفة الصحيحة والتشكيلة الصحيحة، وأن يعيد الروح إلى فريق نادي القرمة، خصوصا يعني أنه اليوم الكرة في ساحة اللاعبين والكادر التدريبي. الإدارة لم تترك شيئا إلا وفرته على الفريق أن يقدم ما يوازي ذلك، ما يوازي طموح إدارة النادي التي تسعى إلى أن تكون في المقدمة أو تنافس على لقب البطولة، وهذا طموح كبير نظرا لما تمتلكه
يمتلكه من عناصر كبيرة اليوم. رأس المهاجمين هو الكابتن أيمن حسين اللي هو يقود منتخب العراق، إلى الآن لم يقدم الشيء المطلوب من عنده كإثبات مهاجم العراق الأول، وكذلك بقية اللاعبين. أتمنى أن تكون بهذه التوليفة. وبالمقابل بالتأكيد يعني فريق الغراف فريق كلش كبير، استطاع أن يكون على رأس قائمة الفرق في مراحل سابقة، وله طموحات كبيرة. فبالتأكيد إن شاء الله سنشاهد مباراة كبيرة تليق باسم الناديين، وأن يعيد نادي القرمة للقرمة هذه الروحية الجيدة التي كانت أو سبقت بالمراحل السابقة، وكانت أن بعثته في هذا المركز. نعم، أيضا نادي القرمة لم يشهد استقرار تدريبي، بحيث أنه 3 مدربين، تغيير في مباراتين ومرحلة. برأيك هل هذه أحد الأسباب تباين مستوى النتائج لنادي القرمة؟ بالتأكيد يعني الاختلاف التدريبي يعني وهذا التغييرات بالتأكيد تؤثر كثيرا على الفريق. وكل مثل ما تعرفين انه كل مدرب له طريقته في التعامل، في إدارة الفريق، في قيادته. ولكن يعني هذا دليل على انه إدارة النادي تبحث عن من يكون قائدا للسفينة إلى بر الأمان. اليوم انتهت دور يعني الكابتن المدرب الفريق الإسباني، وجاء دور الكابتن عصام حمد الذي هو أول مهمة تدريبية له هذا الموسم. والكابتن عصام حمد معروف بصرامته، معروف بقيادته، معروف بكثير من الأمور. وبالتأكيد اليوم إدارة النادي تطمح لأن يكون الكابتن عصام حمد بيده نقول العصا السحرية لإعادة الفريق إلى الواجهة، إعادة الروحية إلى الفريق، إعادة إلى النتائج الكبيرة التي تطمح لها إدارة النادي وتشاهدها في ما تبقى من مباريات الدوري. نعم، تتوقع برأيك نادي القرمة سيعاود المنافسة على الصدارة، أم الأمر أصبح صعبا أمام أندية العاصمة؟ حقيقة أتوقع إذا صارت الأمور أنه الكابتن عصام حمد كفاءة تدريبية وطنية كبيرة باستطاعتها أن تعيد لملمة أوراق القرمة المبعثرة، أن تعيد الروحية. وأتمنى على الكابتن اختيار العناصر التي من حقها أو باستطاعتها أن تؤدي داخل المستطيل الأخضر، بعيدا عن الأسماء. حتى وإن كانت هذه الأسماء كبيرة ولم تؤدي، من الممكن إعادة الروح إلى عندما تجلس على مصطبة الاحتياط لتراجع نفسها وتعيد الحركة الكبيرة التي من الممكن أن تكون لهذه الأسماء. أتمنى أن يكون الكابتن أيمن حسين في يومه، أتمنى أن يكون محمد حميد حارس مرمى القرمة في يومه، بقية عناصر الفريق أن يكونون بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بمستوى ما وفرته إدارة القرمة لهم، أن يؤدوا بالصورة الصحيحة التي تجلب ال3 نقاط، خصوصا أنه هذه المباراة تجري على أرضهم وبين جمهورهم. وليس من المعقول أن يفقد الفريق أيضا ينزف 3 نقاط أخرى مثل ما نزفها أمام فريق أربيل. أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية لتصحيح مسار فريق القرمة، وبداية للصعود والعودة للمنافسة في المربع الذهبي ومع فرق العراق الجماهيرية. نعم، إذا نتحدث عن مباراة مهمة في جولة 22 لنادي القرمة وأيضا لنادي الغراف، كون الفريقين من جولة 21 بخسارة عادوا. الغراف أمام القوة الجوية والقرمة أمام نادي أربيل، حتكون مباراة مهمة. كيف تقرأ هذه المباراة؟ يعني حقيقة الفريقين جاءوا للتعويض،
فريق الغراف مثل ما شاهدنا وشاهد الجميع أنه ظلم تحكيميا في الجولة السابقة وخسر خسارة غير مستحقة، والحكم بصراحة يعني لم يعطي للغراف حقه في ضربة الجزاء اللي الكل شاهدها والكل يعرف أنه هذه كانت من حق فريق الغراف. فريق الغراف فريق طموح وفريق كبير ويمتلك عناصر كبيرة، ومنها المهاجم اللي هو اليوم في المركز الثاني برصيد الهدافين برصيد 13 هدف. أعتقد أنه فريق الغراف يريد أن يعوض ولا يهمه، ويسانده جمهور كبير هو من أفضل 100 جمهور في العالم. هذا الجمهور الكبير اللي لم يتخلى عن فريقه في حله وترحاله، وبالتأكيد سيكون متواجدا في بين أهله وناسه في مدينة الرمادي. أتمنى أن نشاهد مباراة تليق باسم الناديين اللي لا يمتلكان عمرا طويلا في دوري النجوم العراق، ولكنهما أثبتا أنهما من الفرق الطموحة، الفرق الكبيرة التي تقارع الأندية الجماهيرية. وشفنا فريق الغراف كيف كان ند كبير لنادي القوة الجوية العريق، وكان باستطاعته على الأقل أن يخرج من نقطة التعادل. ولكن هذه حال كرة القدم، دائما ما تكون مجافية للفريق الذي يقدم مباراة جميلة. نعم دكتور، إذا ريت نتحدث عن الدوري الممتاز اليوم، نادي الجولان حاليا هو المتصدر في دوري الممتاز برصيد 54 نقطة وفارق 10 نقاط عن الوصيف غازي الشمال 44 نقطة. برأيك هل حسم الأمر إلى نادي الجولان أم هذا الموضوع سابق الأوانه؟ والله دائما كرة القدم ليس فيها أمان، رغم أنه فارق ال10 نقاط لفريق الجولان فارق كلش كبير، ويبدو أن الفريق إدارة وكادر تدريبي ولاعبين عازمون أن لا يفوتوا هذه الفرصة، وأن تكون هذه الفرصة الكبيرة للانتقال إلى دوري نجوم العراق بعد أن ذهب منهم هذا الطموح في الموسم السابق، وكانوا على أعتاب الصعود إلى دوري النجوم في آخر مباراة، ولكنها يعني لم تحقق هذا الطموح. ويبدو أنهم عازمون ويسير الفريق الجولان بخطى ثابتة حقيقة. يعني نشاهد أنه بين إدارة الفريق وبين الكادر التدريبي واللاعبين هناك توافق كلش كبير، هناك نتائج ملموسة، نتائج على أرض الواقع. الجولان يبدو لنا جميعا أنه الفريق قاب قوسين أو أدنى من الصعود وخطف اللقب لهذا الموسم، والاستحقاق اللي كان يستحقه منذ الموسم السابق اللي كان المنافسة بينه وبين فريق نادي الغراف. واليوم إن شاء الله يعني في هذا الموسم سيحقق الجولان هذا الطموح الكبير لجماهيره ولإدارة النادي التي بذلت ما تستطيع لأجل أن يكون للفريق مكانا بين دوري نجوم العراق، بين الفرق الجماهيرية والفرق الكبيرة في العراق. نعم دكتور أحمد الراشد صحفي الرياضة كنت ويانا بالصوت والصورة من الأنبار، تحياتنا لك.